سي بي ار يعيش انشقاقات اختيارات والانصار نتاعو تحاول تفهم حقيقه المشاكل وتعالج الازمه هذه. هذا ما طالب به انصار الحزب في القيروان عند لقائهم بالمجلس الوطني المصغر اللي يقوده عبد الرؤوف العيادي. المئات من أنصار المؤتمر من أجل الجمهورية اجتمعوا في القيروان بأعضاء المجلس الوطني المصغر للحزب بقيادة عبد الرؤوف العيادي وأعضاء منشقين، وذلك لمناقشة شروط تأهيل الحزب للمرحلة القادمة بعد التطورات الأخيرة. عبد الرؤوف العيادي أكد أنه تم التخلص منه في الحزب عبر عملية انقلابية، وأنه المؤتمر من أجل الجمهورية لن يكون من هنا فصاعدا حزب كرتوني أو عربة تجرها الحكومة. كما أكد أن الحزب كان يعاني من المحسوبية، فضلا عن أنه أداء نوابه داخل المجلس التأسيسي لا يليق بحزب المؤتمر. احنا نصارح الشعب، احنا أداءنا ضعيف داخل المجلس التأسيسي لأن عندنا مشاكل داخل الحزب، وهذا ما عرفناش باش نتفرغ للبحث في الخيارات ونطرح المبادرات اللي من شأنها أن نتحرك الحياة داخل المجلس التأسيسي. من جهته أكد أزاد بادي نائب المجلس التأسيسي عن المؤتمر أنه الحزب تضرر بسبب حصوله على حقائب وزارية وعلى رئاسة الجمهورية، وأنه حاد عن الخط الثوري بعد ما أصبح جرار السلطة ومنصهر داخل حزب النهضة، الشيء اللي خلف رئاسة جمهورية بدون صلاحيات. قواعد وقيادات تلتقي اليوم لتقول لا لهذا العيب، لتقول لا لهذا الخط الذي ابتعد عن المؤتمر، تلتقي اليوم لتصحيح المسار وسميناه يوم تصحيح المسار، وسيصحح المسار بإذن الله، أحب من أحبه وكره من كره. مداخلة سليم بوخذير كانت أسخن مداخلة بعد ما اتهم خلالها بعض أعضاء المؤتمر الموالين للحكومة أنهم تجمعيين ولا علاقة لهم بالشرعية النضالية. محمد عبو مع احترامي لصداقتي به خرج من المؤتمر الجمهوري بعد خروجه من السجن، بعد ما قدم رسالة طلب بعفو لبن علي. بالنسبة لعبد الله ماطر زاد خرج من المؤتمر عنده سنوات وقال ما عادش يجبدوا لي على رحيل بن علي. هميله ما نعرفوه، واحد طلع هذا هميله، هذا رجل لا اعرفه، هذا كيان غريب على الحزب، صعد بعد 14 جانفي وقال انا مؤتمر من اجل لا اعرفه، ويبدو منصف معناها سعيد بانه بالقصر، يعني منصف مرزوقي اصبح ساكن في القصر الان، ساكن في القصر، هو مجرد ساكن في القصر لكن ليس رئيس. انت تحس به رئيس الان قاعد يحكم منصف مرزوقي، هو رئيس بلا صلاحيه. الانقسام داخل حزب المؤتمر من اجل الجمهوريه نرجو انه ما ياثرش على اختيارات مناصريه في المرحله القادمه، وانه يعمل على اصلاح مساره قريبا عبر فتح باب الحوار.